السلام عليكم. عنوان الفيديو النهارده: الجميع اتفق للوقوف امام ليونيل ميسي، لكن نسيوا حاجه مهمه جدا: ان انت امام ميسي تسقط انت وتاريخك وانجازاتك. ولاعيبتك ورئيسك كل الناس، ورئيس الجهاز المركزي وكل محدش هيقف الناس. قدام الراجل ده، محدش هيقف. ده ختم اللعبه، ده ختم كل الاجيال اللي فاتت واللي جايه. النهارده باذن الله هنتكلم على مباراه الارجنتين وهولندا اللي انتهت الحمد لله بفوز ميسي. مش هقول فوز الارجنتين، لا هقول فوز ميسي، عشان ببساطه شديده جدا هذه الفرقه او هذا المنتخب يكمن في هذا الرجل اللي اسمه ليونيل ميسي. اتفرجوا على الماتش، اتفرجوا على الملخص، هتعرفوا ان ميسي مهما كان سنه، مهما كان تاريخه، مهما كان عمره، هيفضل ليونيل ميسي زي ما هو. الحمد لله انتهت بفوز الارجنتين ركلات الجزاء، وهنتكلم ازاي على ان هولندا هي اللي كانت ماسكه الاستحواذ في الشوط الاول والشوط الثاني، لكن الارجنتين اللي كانت الافضل. ولولا استهتار الارجنتين ولولا سذاجه بس الدفاع شويه، كان الارجنتين هيخلص المباراه بدري بدري. هنتكلم ازاي على تبديلات هولندا العبقريه اللي نزلت مهاجمين ونزلت اجنحه، ساعدت كتير جدا في الهدف الاولاني والهدف الثاني. وهنتكلم ازاي على تألق إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين. وفعلا ما دام المنتخب يملك حارس قوي وشخصيه قويه، يبقى يملك الفوز، والفوز في ايده ومش هيخرج عن ايده. الحمد لله مارتينيز قدر ان هو يتصدى لركلتين جزاء من اصل 5، وقدر ان هو يصعد بالارجنتين لدور الثمانيه، والنتيجه تخلص دور قبل النهائي بقى. لدور قبل النهائي، والنتيجه تخلص بفوز الارجنتين. وعشان بطوله كاس العالم دي مش بطوله الاسماء الكبيره، ولا بطوله الموهوبين، ولا بطولة المستعرضين، ولا بطولة بتوع اللقطة، ولا بطولة المهاريين، ولا بطولة أي حد. دي بطولة المنتخبات المنظمة دفاعيا وهجوميا، والمنتخبات اللي بتلعب على آخر دقيقة، واللي بتلعب على آخر حاجة، واللي بتلعب بإيجابية. واللي بتلعب برجولة من الآخر. هتقول لي نيمار، هتقول لي فينيسيوس جونيور، هتقول لي أسماء كبيرة، هقول لك الكوره ما بتعترفش بالكلام ده. وده اللي حصل في مباراه كرواتيا والبرازيل. نشرح كل حاجه بالتفصيل، ونشرح ازاي كرواتيا قدرت ان هي تفوز بجداره حرفيا. ما تقوليش عشان هي فازت بضربات جزاء يبقى دي ضربات حظ، لا، كرواتيا فازت بجداره. وده فعلا السبب ان كرواتيا كانت وصيف كاس العالم اللي فات. وفعلا لو هي كملت على المستوى ده، والله العظيم تقدر ان هي تبقى وصيف كاس العالم ده، وتقدر هي كمان تاخد كاس العالم. كرواتيا منظمه جدا دفاعيا، هنتكلم ازاي قدرت تكون منظمه دفاعيا قدام البرازيل، وقدرت تتعلم من غلطه كوريا، وقدرت ان هي تنظم دفاعيا وتنظم هجوميا، وقدرت ان هي تلعب لاخر دخل فيها جون، لكن لعبت لغايه اخر دقيقه ودخلت واحد جون وبقت النتيجه 1-1. وقدرت ان هي تكمل لغايه ضربات الجزاء، والحارس بتاعها قدر ان هو ياخد مان اوف ذا ماتش، وقدر ان هو يتصدى لركلات الجزاء بتاعت البرازيل، والنتيجه تخلص بفوز كرواتيا. يا ريت عشان تشوف فيديو كامل تدوس على اللينك، هتلاقيه فوق في البوست او تحت في الكومنتات، وتبعت لينك الفيديو لكل اصحابك عشان يوصلهم كل جديد. ولعشاق كاس العالم، وعشان خلاص داخلين على تفنيش البطوله، والواحد هيزعل جدا على ان البطوله دي هتخلص بجد. يا ريت تبعت لهم لينك الفيديو. يلا بينا على اول مباراه معانا. الشوط الاولاني كرواتيا كانت واقفه 3-4-3 في الهجوم، و5-4-1 في الدفاع، او 4-5-1 في الدفاع. بالنسبه للبرازيل، البرازيل كانت بتلعب 4-1-4-1 في الهجوم بوجود كازيميرو على دايره نص الملعب، وفي الدفاع كانت بتلعب، قصدي في الهجوم كانت بتلعب 3-4-2-1. خلينا متفقين ان في الشوطين كرواتيا هي صاحبه نسبه الاستحواذ الاكبر في الشوطين، عشان كرواتيا كانت منظمه جدا جدا دفاعيا، ومنظمه كمان جدا جدا هجوميا، بس ناقصها اللمسه الاخيره، وما عندهاش للاسف اللاعب المهاري اللي ذو الثقه ان هو اللي هم يعتمدوا عليه ان هو يروح ويراوغ واحد ضد واحد ويخش ويحاول يشوط. ودي كان ليها نسبه ايجابيه، ان كرواتيا كانت بتحاول ان هي تخلق نظام دفاعي، وفي الهجوم يعتمدوا على عرضيات بوجود بريزيتش على الشمال. الجناح الشمال خطير جدا، ونشاط كبير قوي من يورانوفيتش الباك اليمين، اللي كان اللي هو دايما رقم تقريبا 22 او 25. ده اكتر لاعب نشط في المباراه. دايما بياخد الكرة بيحاول يجري بيها، وبيرفع الكرة او بيلعبها عكسيه لبريزيتش اللي هو بيجي وبيشوط. دي كانت الكرة اللي بيعتمد عليها كرواتيا اتعلمت من ماتش كوريا، عارفه ان لو فتحت خطوط قدام البرازيل هتتدب على طول. كوريا خسرت 4-1، فكرواتيا خافت من الموضوع ده، فقالت تلعب نظام او تكتل دفاع او تنظيم دفاعي، بحيث ان البرازيل لو حابه تهاجم، تعالى يا باشا انا واقف، تعالى وريني هتهاجم ازاي. وفي نفس الوقت لما هي بتيجي تهاجم، بتهاجم بنظام كده، تهاجم بعقل. تحس ان 11 لاعب اللي بيلعبوا والله فعلا مدافعين، تحس ان هم ما عندهمش التسرع، ولا عندهم حتى اصحاب المهاره. الثلاثه في نص الملعب، اللاعب رقم 11 اللي هو
كوروفيتش ومودريتش واللاعب رقم 8. الثلاثه اصحاب الملكه ان هم ياخدوا الكوره ويمتعوك حتى هم في نص الملعب، بس بتمريرات سريعه. تمريرات سريعه، ومفيش اللي هو التسرع ولا في اللي هو التهور بتاع لعيبه نص الملعب بتاع باقي المنتخبات. فكرواتيا اتعلمت من مباراه كوريا واقفه 5-4-1 بوجود 4 في نص الملعب، ومودريتش اللي كان واخد تعليمات مراقبه 1 على 1 مع كازيميرو، ان اول لما كازيميرو كان بيستلم على الداري بيلاقي مودريتش على طول في ظهره. شفناها حتى في واحده هفه كده كازيميرو خدها، مودريتش خدها، بس للاسف الكوره ما كملتش، بس شفناها لما مودريتش قطع الكوره من كازيميرو. الاثنين زمايل في ريال مدريد والاثنين عارفين بعض، كان كازيميرو كان في ريال مدريد، بس الاثنين عارفين بعض وعارفين خطوره بعض، فعشان كده المدرب موقف مودريتش على كازيميرو بحيث ان هو يخلق نوع من البريس في الحته دي، عشان عارفين الحته دي اخطر حاجه، اضعف حاجه بالنسبه للبرازيل الحته دي، عشان كازيميرو هو الوحيد اللي بيبقى موجود على الدايره. احنا قلنا بتلعب 4-1 فكازيميرو هو الوحيد اللي بيكون موجود على الدايره، وبيحاول اللعيبه ان هي تديله الكوره في حاله البريس. دي كانت طريقه لعب كرواتيا، كانت بتلعب على عرضيات، التحولات الهجوميه. بالنسبه للبرازيل، البرازيل كانت متقفله جدا عليها ميه ونور في الشوط الاولاني، بسبب ان نظام كرواتيا الدفاعي البحت اللي ما كانش اي حد من لعيبه البرازيل حتى جونيور نفسه عارف يخش، عشان كان بيلاقي عليه 2 و3. بالنسبه للبرازيل قلنا اللي هي بتلعب 3-4-3 هجوميا، طبعا بتتقلب ل 3-1-5-1. كان في نقطه مهمه عايزين نتكلم عليها، ان دانييلو الباك الشمال هو كان بيلعب باك شمال وهمي. ليه؟ لان البرازيل وقت التحضير بالكوره اول ما كان الكوره كانت بتعدي نص ملعب كرواتيا، كان دانييلو ده بيسيب مركزه الباك الشمال في بعض من اوقات الشوط الاول، والشوط الثاني برده كان بيقف ارتكاز قدام قلبين الدفاع عشان يغطي مكان كازيميرو، عشان كازيميرو كان بيزيد لقدام عشان يعمل كثافه عاديه مع خط هجوم البرازيل. يبقى اذا دانييلو كان باك شمال وهمي، كان بيسيب مكانه ويقف على طول عند دايره الارتكاز بدل كازيميرو، عشان كازيميرو كان بيزيد لقدام، كان واخد تعليمات هجوميه جدا كازيميرو، وخصوصا في الشوط الاولاني عشان يعمل كثافه عاديه مع البرازيل. وطبعا ده كان بيخلق مشكله كبيره جدا للبرازيل، لان الناحيه الشمال دي اللي كان بيهاجم منها كرواتيا من الباك اليمين المميز اللي قلنا عليه، فاذا الحته الشمال دي ما كانش فيها اي حد خالص، ما كانش جونيور ولا نيمار كانوا بيقدروا يعوضوا الحته بتاعت دانييلو ويرجعوا يعملوا واجب الدفاع. طبعا الاثنين دول ما بيدافعوش، كلنا عارفين ولا جونيور ولا نيمار بيدافعوا، فالحته دي بسبب ان دانييلو سايب كان مركز شمال وكان واقف في مركز الارتكاز، كان بيسبب مشكله كبيره قوي للدفاعات البرازيل وكرواتيا، وكانت بتروح بمنتهى السهوله عن طريق انطلاقات الباك اليمين. وللاسف البرازيل ما كانتش عارفه تلاقي اي حلول خالص للتكتلات الدفاعيه العظيمه اللي كانت عاملاها كرواتيا. طبعا كله شاف البرازيل، واي حد ماشي في الشارع يقول لك البرازيل بتلعب على الاطراف من خيال رافينا، ويجي يساندو لوكاس باكيتا على الناحيه اليمين، وعلى الناحيه الشمال جونيور، وبيجي يساندو نيمار من على الناحيه الشمال. فكرواتيا كانت قافله ميه ونور، 3 على الشمال و3 على اليمين، اي لاعب سواء كان جونيور او رافينا يجي يستلم الكوره كان بيقابله على طول 3. وللاسف نيمار ما كانش عنده الحلول الهجوميه اللي عملها، خصوصا في الاشواط الاضافيه. كان لازم نيمار ياخد الكوره ويروح من القلب ويحاول يدوس على الكوره بمهارته عشان يسحب المدافعين ويجري، سواء كان رافينا او كازيميرو اللي كان بيزيد او لوكاس باكيتا اللي كان بينزل كمهاجم تاني. فللاسف البرازيل ما كانش لاقي اي حلول خلاص في الشوط الاولاني، وده اللي سهل مهمه كرواتيا بمنتهى السهوله. بدأ الشوط الثاني والله العظيم واحنا قلنا فعلا، قلنا البرازيل مش هتجيب جون في كرواتيا. يعني احنا شفنا حاله من النظام الدفاعي بجد ما شفناهوش ولا هنشوفه لمده 10 سنين قدام. انت كفرقه او كمنتخب بتلعب كده بالنظام الدفاعي ده قدام البرازيل، يبقى انت فعلا منتخب سهل جدا انك تاخد البطوله. لا انت كده فعلا تستحق ان انت تروح او تبقى وصيف كاس العالم 2018. من 2018 ل 2022 وانت لسه بنفس الامكانيه دي وبنفس الامكانيات دي، لا المدرب ده بجد عالمي. البرازيل عارفه ان هي لو ما سجلتش في اول 10 دقايق في الشوط الثاني، عارفه ان هي الماتش هيصعب عليها، وده اللي حصل فعلا. البرازيل كانت بتلعب على البريس او الخطا من مدافعين كرواتيا. احنا قلنا والله العظيم قلنا كرواتيا خصوصا في التشكيل، قلنا كرواتيا مش هيجي فيها جون غير بخطا، لا هي ما فيهاش، لا اما بشوطه بقى بتسديد حاجه مش في ايد حد. فكرواتيا كانت عندها خطا او اخطاء كبيره جدا في الشوط الثاني في التشتيت. اول 10 دقائق في كورتين، واحده في الدقيقه 63 او في الدقيقه 65 خطا كبير جدا من المدافع بتاع كرواتيا، يشتت غلط فباكيتا هياخدها ويشوطها كده منتشر، بس الحارس تألق فيها. الحارس متصدي اصلا اربع انفرادات، ده غير ضربه الجزاء اللي صدها. في انطلاقه خطيره جدا من ميليتاو قصدي على ناحيه اليمين، يشوط الكره من ناحيه اليمين برده يصدها. الحارس بتاعهم ما شاء الله عليه بجد، يعني لو كمل على كده هياخد القفاز الذهبي وش، يعني حارس ما شاء الله عليه بجد. فالبرازيل كانت بتلعب
على اخطاء كرواتيا في اول 10 دقائق، وبتلعب على نقطه واحده بس، او بتلعب على حتى بعد ما فينيسيوس خرج بتلعب على جمله واحده بس متفقين عليها، وهو ال1 2. ريتشاردسون خلاص قال لك بقى انا الاطراف مش جايب معايا سكه، فالمدرب قال لك انا هلعب من العمق. ريتشاردسون بيطلع يدي ال1 لنيمار، نيمار يدي لاي لاعب تاني 2 ياخدها برده، بيحاول ياخدها انه يخش بيها ضربه منطقه الجزاء عشان يشوطها، وده اللي حصل في الجون اللي جابوه، بس مش هشرحه دلوقتي. احنا بنتكلم على اللعبه الفنيه اللي البرازيل كانت بتلعب عليها. ريتشاردسون كان بيطلع يسحب معاها قلوب الدفاع كلهم، خصوصا لوفرين يعني. خصوصا لوفرين يلعب مع 1 2 ما بينه وبين نيمار، بحيث ان نيمار لما يدي اسيست لاي واحد على اليمين مثلا، او اي واحد جاي من ورا قدام، لما ياخد الكوره هو ويحاول يشوط. ودي كانت طريقه لعب البرازيل في الشوط الثاني. والدليل على كلامي برده في دقيقه 76 فرصه خطيره جدا، دي كوره اللي بنتكلم عليها. ريتشاردسون طلع ادى الكوره، نيمار اداله 1 ولعبها له تاني 2 ويشوطها، بس الحارس برده اتالق فيها، ودي كانت اخطر كوره قبل ما الجون يجي. دي كانت اخطر كوره بالنسبه للبرازيل. مدرب البرازيل انا نفسي اعرف انت بتفكر ازاي. يعني انت بتطلع، انت عارف ان كرواتيا قافله عليك ميه ونور، تقوم تطلع اخطر لاعب عندك او اللي هو احسن جناح في العالم دلوقتي، حتى لو يستنوا يطلع، بس طلعوا بدري قوي. يعني في الدقيقه، اول واحد طلع في الدقيقه 55 رافينا، سيبك من رافينا خلاص عادي. رافينا طلع اصلا كده كده. انطونيو اللي نزل ده اخطر منه بمراحل، معنى كده انطونيو نزل ده اخطر منه بمراحل. بس احنا بنتكلم على فينيسيوس، انت بتطلع اخطر جناح في العالم في الدقيقه 65 ازاي؟ انت كان الدماغ فيها ايه؟ لو عايز تنزل رودريجو وتلعب باثنين مهاجمين ماشي، لكن انت خليت رودريجو على الطرف. هل رودريجو اخطر من جونيور؟ ما تفهمش دماغه فيها ايه. المدرب ده فعلا لازم يقيلوه. سنتين ورا بعض يخرجوا في نص النهائي، مش فاكر تقريبا خرجوا غير الكوبا اللي خسرها اصلا. يعني ازاي خسر 3 نهائيات، يعني 2 نهائي، 2 نص نهائي وواحد نهائي في كوبا امريكا. انت مدرب على الله حكايتك بجد، معاك احسن لعيبه في العالم، بتطلع احسن جناح في العالم وتنزل جناح مكانه وانت عارف ان هو امكانياته اضعف اصلا. ما علينا. في الدقيقه 55 طلع رافينو نزل انطوني، والدقيقه 66 طلع فينيسيوس ونزل رودريجو اللي هو لعب جناح بدل فينيسيوس. ما تفهمش المدرب كان بيفكر ازاي. نيجي بقى للاشواط الاضافيه، ومن اول الاشواط الاضافيه مفيش فنيات هنتكلم عليها اكتر منها متعه واثاره، والفرقتين بيدموا في بعض. ده الاندفاع الهجومي اللي كان عليه وكان بيحاول يسجل الاولاني، والثاني بالتحول الهجومي بتاعه. والمدرب بتاع كرواتيا الحقيقه عبقري انه طلع المهاجم اللي هو كان مختفي تماما طول المباراه. كرواتيا ناقصها حد يمسك الكوره قدام. بصراحه كان ناقص الحته دي، فطلع المهاجم ونزل بيتكوفيتش، مهاجم بيعرف يمسك الكوره، بيعرف يحط الكوره تحت رجله، الدريبل بتاعه كويس. وهو بطيء شويه، وهو بطيء جدا في حته التمرير، لكن برضو عمل تنوع وعمل فرق في الاداء، حتى هو اللي سجل الجون بس مش هتكلم عليه دلوقتي. فبيتكوفيتش عمل فرصه كتيره جدا في الدقيقه 101، استلم الكوره من على الشمال، لقى في 2 جايين عليه بمهارته، عرف يوقف الكوره بيمينه كده عشان اللاعيبه تندفع، وحطها بشمال كوبري، مش فاكر لميليتاو ولا مين. فالمهم راح، بس عيبه ان هو ما سددش في اللحظه دي، استنى لحد ما بروزوفيتش يجي، اللي هو اللاعب رقم 11 الارتكاز. اللاعب ده ممتاز هجومين ودفاعين خط نص ممتاز لكرواتيا، جه من ورا لقدام. طبعا هو يعني تسديده ضعيفه جدا وفي السماء. الكوره دي لو كان مودريتش مكانه، الكوره دي كانت مكانها في الشبكه وش، لان مودريتش جاي من ورا لقدام، كان هيركنها في زاويه من الزوايا او هيلعبها كره ارضيه سريعه. الحارس ما كانش عارف يعمل اي حاجه معاها، فدي كانت اخطر كوره في الشغل ده في الاول لكرواتيا. في الدقيقه 105. وللاسف احنا كنا بنشجع كرواتيا يا جماعه، معلش احنا بنحب المنتخب المجتهد، وما بنحبش المنتخب بيتمرقع. الاشباه ما بنحبش. في الدقيقه 105 الكوره اللي بتلعب عليها البرازيل اللي اتكلمنا عليها، قلنا المهاجم بيطلع ما ينفعش كان يلعب عليه مان، يلعب لوفرين. بصراحه الدفاع عمل اللي عليه، بس كان ناقص بس ان هم يقطعوا الكوره. نيمار دخل في منطقه الجزاء، ريتشاردسون طلع له، ولا مين اللي طلع له؟ رودريجو طلع له، عمل 1 مع نيمار، وبعد كده باكيتا طلع عمل 2 مع نيمار، ونيمار كل ده عمال يدخل، خشور دخل ويرقص وعمل فينت المحارس، او الحارس طبعا الحارس كان خايف يلبسوا ضربه جزاء يعني، لكن ويشوطها نيمار بكل سهوله. ودي الكوره اللي بنتكلم عليها، وكان لازم المدرب ينبههم من الحركه دي. بس للاسف في الدقيقه 105 البرازيل تحرز الهدف الاولاني. طبعا تفتكر ان الماتش خلص على كده؟ لا، الماتش ما خلصش. المدرب بتاع كرواتيا قرر ان هو ينزل وينج يمين. الوينج ده اشول وكان حريف جدا وعمل الفرق بصراحه، اسمه لوفرو ماير. وبرده المدافع طلع قلب الدفاع بتاعه الاشول اللي هو اسمه سوسا، ونزل مهاجم. خلاص كرواتيا بقى مش بايع على اي حاجه. بعد الهدف البرازيل طبعا قعدت تتمرقع، انطوني عمال يستفز في الوينج الشمال بتاع كرواتيا، وعمال يضربوا في بعض.
وعمليه مرقعه بقى. البرازيل لو كانت داست اكتر كانت سجلت الثاني، بس كرواتيا بسم الله ما شاء الله في كره الجون. يجي بقى لكره الجون، كرواتيا هجمه مرتده على طول، اتنقلت للباك الشمال، الباك الشمال لعبها وان تاتش على وهو بيرفع ده عمال يقول طلع لبره طلع لبره على طول، وجت على طول لبيتكوفيتش ويسددها بشماله. طبعا جت في ماركينيوس ورد الثاني الحارس ما عرفش يعمل معاه حاجه، بس طبعا تحسب بيتكوفيتش ان هو اصلا مش اشول وشاطها بالبراعه دي عشان الشوط الاضافي ينتهي 1-1 ويبقى كرواتيا عملت اللي عليها. وجت بقى جه الحته بقى بتاعت توفيق ربنا وضربات الحظ اللي احنا بنسميها ضربات المعاناه. ويلا بينا على ضربات الجزاء. دخلنا في ضربات الجزاء وكلنا بصراحه واحنا كرواتيا تكسب. اول كوره على طول بالنسبه للبرازيل، انا رايي الشخصي ما كانش ينفع رودريجو يشوطها، كان لازم نيمار هو اللي يشوطها عشان يعني يديك نيمار حتى ما لحقش يشوط ضربات جزاء، يديك الاريحيه ويديك الثقه في الفريق اللي انت بتلعبه. يعني انت داخل بتلعب فريق زي كرواتيا لازم تسجل فيه اول كوره. رودريجو دخل يصدها الحارس اللي هو اسمه ليفاكوفيتش تقريبا، يصدها حلو جدا. حارس كرواتيا بالنسبه لنا احسن حارس في البطوله كده دلوقتي. بعد كده يسجل بقى كل اللي في كرواتيا سجلوا، فلوزيتش، ماير، مودريتش، اورزوفيتش، كل دول سجلوا. دخل بعديها كازيميرو جابها، دخل بعديها لاعب اسمه بيدرو جابها. ماركينيوز اخر كوره بالنسبه للبرازيل ضيعها، ودي لو كانت جت كان لسه هيبقى في كوره لسه كرواتيا، بس بعد ما ماركينيوز ضيعها بمنتهى السهوله. مدافع داخل يشوطها، المفروض تخش تشوطها طرش، انت داخل بتشوطها بتريحها وكمان بتشوطها في العارضه، مدافع يضيعها. وعشان مستغربين جدا ان اليسون بصراحه ما صدش ولا ضربه. يعني اليسون المفروض انت حارس كويس وكل حاجه، بس انت المفروض في ضربات الجزاء دي يبقى عندك شويه من نوع الابتكار، ما انت شايف الحارس بتاعهم ازاي ما ذاكرتش مودريتش وما ذاكرتش كل اللعيبه دي ان بتشوط ازاي. الحارس المجتهد هو المفروض بيذاكر اللعيبه بتشوط ازاي وقدر فعلا. حتى قبل ضربات الجزاء هو واقف مع اللعيبه وعمال يحفزهم، والحارس بتاع كرواتيا واقف لوحده عمال يراجع مع نفسه. انت واقف بتحتفل في ايه ولا واقف بتتكلم في ايه؟ روح يا عم راجع لك حاجه ولا روح اعمل اي حاجه. بالنسبه لضربات الجزاء خلصت على خير. كرواتيا كسبت، الوحوش كسبوا، الرجاله كسبوا وصعدوا لدور الثمانيه ويستحق الفوز. والكوره مليانه مفاجآت، ودايما قلنا البرازيل كان ممكن تصعد نهائي، لان نسخه البرازيل دي بجد مش هيبقى فيه اخطر منها. مش دور الثمانيه بقى، دور قبل النهائي. دور قبل النهائي كمان. يعني نسخه البرازيل بتاعت اللعيبه دي مش هيبقى فيه اخطر منها تقريبا لمده سنتين ثلاثه. البرازيل عايزه مدرب بجد، اللعيبه بتتمرقع. دي اخره المنظره واخره الشعر الاصفر وبتاع. طبعا احنا مش ناس يعني مش شرط عشان هم شعرهم اصفر فهم يطلعوا، لا، بس هم تحس دايما دماغهم مش في الكوره. اللعيبه كلها شبه بعض واللعيبه كلها عايزه تاخد اللقطه وحاجه منتهى القرف. بصراحه فالف مبروك لكرواتيا. شابوه، منتخب منظم، احسن خط وسط في كاس العالم في العالم هو منتخب كرواتيا، واحسن دفاع. الهجوم للاسف ما فيش اسماء كبيره في الهجوم، لكن قدروا ان هم يصعدوا على حساب منتخب كان مرشح لاول البطوله. دي كانت كل حاجه بالنسبه لمباراه كرواتيا والبرازيل. الشوط الاولاني بين الارجنتين وهولندا، ارجنتين ميسي اعذروني في الكلمه دي عشان انا مش هسميه، انا ممكن اقول ميسي يعني هسمي الارجنتين بميسي. ميسي النهارده كان بيلعب 3-1 4-2 في الهجوم و4-4-2 او 4-3-3 اسف في الدفاع. انا هتكلم عن طريقه لعب الارجنتين احنا عارفين كلنا، بس تنشيط للذاكره، سلاح الارجنتين في الاطراف، في مثلثات بتتعمل على الشمال وعلى اليمين بقياده دي باول، وميسي طبعا بينزل له، وفي فرنانديز واخد الدايره لوحده عشان يتحول هو اللاعب اللي بيعتمد عليه كلاعب ارتكاز محوري عشان لو هجمات مرتده جت على الارجنتين. على الشمال بقياده اليستر اللي هو كان واخد دور الجناح مع الفاريز اللي كان بينزل يستلم كتير قوي من بره 18 وكان بيتحول كمهاجم تاني هو وفرنانديز عشان يتحولوا اتنين جوه 18 في حاله لعب العرضيات، وميسي كان بيتاخر عنهم لورا. دايما كنا بنشوف ميسي، احنا بنشوف ميسي وقت تحضير لهولندا بنشوف ميسي جوه 18، وقت لعب ارجنتين او وقت تحضير الارجنتين بنشوف ميسي بينزل عشان يستلم عشان يوزع القطايف والحلويات اللي احنا شفناها، او زي كره الجون كده. الواد ما شاء الله عليه بيلعب كوره وهو مش باص على اللاعب اصلا، ممكن يكون باصص كده والله، وفي هنا جهاز رادار شغال جوه 18، لاعب فضائي.
واللعب طبعا الاكوينا اللي هو كان بيلعب عرضيات كتير جوه مع مولينا بقى. مع مولينا اللي كان بيخش جوه ال 18 كتير. وشفنا الباك اليمين مولينا ازاي استغربنا كلنا ازاي باك يمين داخل جوه ال 18، وده بسبب المساحات اللي كانت في خط ظهر هولندا اللي هي كانت فعلا الدفاع بتاعها ضايع. كان في مساحات كبيره قوي في البينيات بين هولندا اللي خلى واحد زي مولينا اللي هو باك يمين اصلا يخش ويعدي ويبقى جوه ال 18 عشان ميسي يلعب له في المساحه ويجيب الجول الاولاني. بس احنا بنتكلم على طريقه لعب الارجنتين. وشفنا برضه فنيه كبيره جدا. اللاعب اللي اسمه اكا اللي هو بتاع هولندا كان واخد ميسي مان تو مان. دايما كنا بنشوف ميسي على حدود 18 نشوف وراه اكا، بس برضه طبعا على مين يعني؟ انت لو هات له اضخم 4 مدافعين في التاريخ ووقفهم على ميسي برضه مش عارفين يعملوا معاه اي حاجه. بالفنتات بتاعت ميسي اكا خلاص جاله صليبي ظهره اتمزق من كتر الفنتات. طريقه لعب الارجنتين معروفه في الشوط الاولاني، كانت بتعتمد على التحولات الهجوميه بسبب خط دفاع هولندا اللي شفناه في الجول الاولاني. خط دفاع هولندا اللي كان فيه مساحات كبيره قوي وميسي كان بيطلع يستلم الكوره والاطراف كانت بتجري سواء كان اكوانا او مولينا او الفاريز اللي كان بيتحول كمهاجم تاني جوه ال 18 في الدقيقه 34. اسيست خرافي من ميسي يدرس اقسم بالله اللي كل صناع اللعب اللي في التاريخ. هتقولي صناع اللعب اللي في التاريخ كلهم عمرهم ما يعملوا اسيست زي ده، لان الاسيست فيه كل حاجه، في الفنت، في الباص، في تحويله الوسط، في المهاره، في السرعه، في كل حاجه. ميسي ياخد الكرة ويلف كده ويقطم على الشمال يلمح مولينا ويقطع جوه ال 18 يلعبوا الاسيست من بين 4-5 مدافعين. اقسم بالله شوف الكوره هتلاقوا في 4 مدافعين قدامه وهو بص الكوره ميسي هو بص على الكوره قدامه ولمح ان في واحد بيجري اداها له في مساحه مولينا يجيب الجول الاولاني وكان موجود ميسي. ودي كانت طريقه لعب الارجنتين او ارجنتين ميسي في الشوط الاولاني. نيجي بقى لهولندا. هولندا كانت بتلعب بدفاع 4-4-2 وطريقه الهجوم معروفه 3-1-5-1. هولندا رغم تألق الارجنتين الا برضه هولندا كانت مستحوذه بدون اي نتيجه. معظم الشوط الاولاني دي هولندا هي اللي كانت مستحوذه. كان هي واخده دور الفعل وكانت عايزه تجيب الجون. كانت بتعتمد على سرعات ديموفريز وديبي. ديموفريز من على اليمين وديبي من على الشمال. بس للاسف ما عرفوش، ما كانش في اي جمل صح. ما كانش في اي جمل متقنه خالص. هولندا بتكون مثلث على الشمال ومثلث على اليمين. مثلث على الشمال بقياده بليند وديونج وديبي، واللي على اليمين ديموفريز وتمبر اللي كانوا بيزيدوا كتير. وكان جاكبو هو النشيط او الوحيد النشيط في الشوط الاولاني. كان واخد ادوار مش زي الماتش اللي فات كان واخد ادوار المهاجم. لا الماتش ده واخد ادوار صانع اللعب، بينزل يستلم الملعب. نص الملعب بينزل يستلم الكوره وهو اللي بيفضي اللعب ويمشي الكوره. ديونج كان ما كانش ليه ادوار هجوميه ثابته، كان واخد ادوار دفاعيه مع اكا اللي هو ما عرفش يمسك ميسي خالص. بس لعب كل لعبه هولندا كانت بتبقى على سرعات ديموفريز وبارد قوي في اول 10 دقائق او ربع ساعه. الكره البينيه اللي بتتعمل من الدفاع لديموفريز اللي كان واخد الطرف اليمين وكان بيحاول يعدي ورا خط دفاع هولندا. المهاجم اللي اسمه بيرجوين ما ظهرش خالص طول الشوط الاولاني. الاكتر زي كان جاكبو بره 18 اللي كان بيفضل اللعب وينزل يلعب لديبي او ديموفريز. والفنانه الثانيه اللعب اللي كان بيلعبوا دفاع على الارجنتين الدفاع هولندا سواء كان فان دايك او اكا اللي كان التمريرات اللي كان بيلعبها ل ديموفريز ورا خط دفاع الارجنتين. في الشوط الاولاني هولندا كانت بتفتقد حاجتين. اول حاجه المهاجم اللي هو جوه ال 18 اللي بيعرف يمسك كوره وتقيل على الكوره ويوزع اللعب ويسدد ويخلص من اقل فرصه. مش في المباراه دي بس والله في دور المجموعات حرفيا. حتى معظم الاهداف في دور المجموعات هتلاقيها من بره ال 18. والاهداف اللي جابوها مثلا في السنغال كانت اللعب الطوليه من بره لجوه او سرعات ديبي او سرعات ديبي او جاكبو اللي سدد كذا تسديده وجاب كذا هدف. فهولندا بتفتقد للمهاجم. واحنا من وجهه نظرنا جاكبو مش ده المركز اللي ممكن يفيدك فيه. جاكبو مهاجم صريح هو اللي يقدر يفيدك في المركز ده. وبرده هولندا كانت بتفتقد لتنوع اللعب في الشوط الاولاني ومسك الكوره. يعني فين اللعب اللي كنا بنشوفه قدام امريكا؟ كان هولندا هي كانت ردة الفعل قدام امريكا بس كانت احسن من كده بكتير. وكانت سرعات ديبي وديموفريز وجاكبو الثلاث دول كانوا نشيطين جدا وتمريرات ديونج. فين الكوره اللي كانت بتلعب على الاطراف سواء كان ديبي وماسك الكوره والتمريرات اللي بتتعمل للباك الشمال بليند والعرضيات والمهاره اللي بنشوفها من ديبي او ديموفريز. لو تلاحظوا كل المنتخبات الكبيره على فكره لو هولندا فضلت المستوى ده مش هتكمل اصلا ولا هتفوز بالمباراه. والمشكله ان الارجنتين دفاعيا ما كانتش كويسه. يعني الارجنتين ما كانتش بتقطع كوره. هو ده اللي وضح بقى الازمه اللي عند هولندا. ازاي فريق عندك مهلل دفاعيا شويه ازاي ما فيش مهاجم يتالق جوه ال 18؟ يعني عندك كرواتيا لولا بيتكوفيتش النهارده حرفيا ما كانتش صعدت. بيتكوفيتش مهاجم معنى الكلمه، مهاجم يطلع يستلم ويقدر ياخد 1-2 في ظهره ويخلص جوه 18. لكن جو حوالين كيكا والسرعات اللي عند هولندا ده مش هياكل.
كانش فيه اي جمل فنيه ثابته، ما كانش فيه اي تالق. كل لعب كان عشوائي قوي، سرعات دي مفرز اللي ريانها دفاع الارجنتين وعرفوا يفرقوا ميه ونور على هولندا، وبكره واحده قدروا يخلصوا الشوط الاولاني. بدأ الشوط الثاني ومفيش جديد يذكر ولا قديم يعاد، هو نفس الاستحواذ من الارجنتين. حلقه الوسط اللي بيلعبوا بيها هو ليونيل ميسي اللي واخد ادوار، هو صانع اللعب او دور اللاعب اللامركزي قدام ال 18. كل لاعب بيلعب على التحولات الهجوميه للارجنتين. هولندا اول ثلث ساعه كانت بتحاول تسجل الهدف الاولاني، بتحاول هي تعوض اللي فاتها، بس الارجنتين بتلعب على التحولات كويس قوي. بتلعب على ميسي وتمريرات وليه الفاريز او مولينا الباك اليمين اللي بيزيد من ورا لقدام. بس للاسف الارجنتين ما عرفتش تعمل خطوره كافيه، بس هي المستحوذه، هي اللي ماسكه الكوره، بتلعب على التحولات. كل الهجوم بتاع هولندا 5-4-1 بيدافعوا ب 5-4-1، وميسي هو حاله الوسط اللي بيلعب عليها الارجنتين، اللي بيبقى واقف قدام ال 18 مستني الكوره من دي باول او الفاريز على الناحيه الشمال، ودي باول على الناحيه اليمين. اول ما ياخد الكوره على طول اللعيبه بتبدا تجري جوه ال 18، وميسي بيلعب لهم الثرو عشان يسجلوا الهدف الثاني. بس كان كل ده كان بدون اي خطوره من منتخب الارجنتين في اول ثلث ساعه من الشوط الثاني. وفي حاجه عايز اقولها، مدرب هولندا ممسك اكي او اكا ممسكه ميسي مان تو مان من اول الشوط الاولاني زي ما اتكلمنا برده لحد اخر دقيقه في المباراه. ودي غلط كبير جدا من مدرب هولندا، لان اكي هو مدافع تقيل، مدافع مش هيقدر على ميسي. كان المفروض ديونج هو اللي يلعب مراقبه مان تو مان على ميسي وقت تحضير الكره بالارجنتين، بس ده غلط كبير جدا من مدرب هولندا. هو اكي مش عارف يعمل اي حاجه مع ميسي، مش عارف يمسكه مان تو مان، ومش عارف يغطي المساحات اللي بيلعب عليها ميسي، مش عارف يعمل اي حاجه. وبرده ما زال ديونج هو اللاعب الفاضي اللي بيغطي الدفاعات اللي ورا، لكن اكي هو اللي ماسك ميسي. وده غلط كبير جدا من مدرب هولندا وغفوه كبيره قوي من المدرب. زي ما قلنا الاسلحه اللي بيلعب عليها الارجنتين، الباك الشمال اكونا كان من ضمن الاسلحه اللي بيلعب عليها الارجنتين الخطيره جدا. خد الكوره وراح في مساحه وخد واحد واثنين في ظهره، او عمل نفسه اللي هو هيرفع ولما بيمينه، بس المدافع راح مسحلقه. راح خد ضربه جزاء ويخش ويحطها ميسي، وقلنا خلاص بقى الارجنتين هتصعد وارجنتين ميسي في امان، وكان عندنا امل خلاص ان الماتش هنكسب مستريحين. جه في دقيقه 83 عرضيه من هولندا لما بيلعبوا عليها بعد ما نزلوا دي بصراحه بعد الجول التاني بتاع الارجنتين هبطت قوي وبقت تركز في حاجات بره الملعب مش جوه الملعب. ما ينفعش تدي الامان لخصمك، دي اول قاعده في كره القدم، لا تعطي الامان لخصمك لغايه لما تضمن الفوز على الاخر. نزلوا ديونج المهاجم الخطير جدا، بيلعبوا عرضيات من اول الشوط، لعبوا عرضيه ويشوطها واحد اسمه ويجو ريست. مش عارف تقريبا ان المهاجم نزلوه وحطها بدماغه حلو قوي على شمال الجول، ما قدرش يعمل اي حاجه. بعديها على طول بثلث ساعه بس في الدقيقه 102 يعتبر خلص دقيقه واحده بس والشوط يخلص ضربه حره لهولندا. لعبوها حلو قوي، عامل نفسه هيشوط، راح باص جوه ال 18، المهاجم خدها حلو قوي، والمدافع بتاع الارجنتين مش عارف يعمل فيها ايه، شطت الكره اللي في الهواء خدها بشماله وحطها، وكده يبقى النتيجه اصبحت 2-2 واحنا زعلنا جدا. النتيجه اصبحت للاسف مصر الارجنتين بعد الجول الثاني بعد ما جابوه بقت تركز، مش تركز في الملعب، لا دفاعها نظام العافيه بتاع امريكا اللاتينيه ده او امريكا الجنوبيه ده مش هينفع في كاس العالم. العافيه دي خليها لما خلاص تضمنوا الفوز على الاخر، على الاقل لما النتيجه تبقى 3 ولا 4، لكن طول ما النتيجه 2-0 وفي صالح او في فرصه ان اللي قدامك يجيب جون اوعى تعمل العافيه دي، والشوط الثاني يخلص 2-2 وكان شوط مثير جدا. يلا بينا نخش على الشوط الاضافي. نيجي للشوط الاضافيه. بالنسبه للشوط الاضافي الاول والثاني، الشوط الاضافي الاول طبعا مدرب هولندا كان ممسك اكي ميسي مان تو مان زي ما قلنا من اول الماتش لحد اخره. لقى ان اكي عمال يتاخد يمين وشمال ووجوده زي قلته ومش حدش عارف يمسك ميسي، راح يخلي اكي هو المدافع الخامس ويزيد كباك شمال، وخلى ديونج هو المان تو مان على ميسي. برده ديونج اتاخد واقف واحده والثانيه وما عرفش يمسك ميسي. خلاص كان ناقص هو اللي ينزل مدرب هولندا هو اللي كان ينزل يمسكه بنفسه. فدي تغيير فنيه كده عملها مدرب هولندا في الشوط الاضافي الاول والثاني، وحصل تبديل مراكز. تبديل طلع مولينا ونزل مونتي. الاول اللي نزل الحمد لله خد انذار لحكم سيء جدا، اسوأ حكم في كاس العالم والله العظيم، بيقتل متعه الماتش وشخصيته ضعيفه. لعيبه عماله تضرب بعض، وكل فاول بصفاره، وكل خناقه بصفاره، وكل وقعه بانذار، وحاجه قرف. حكم سيء بغباء يعني. والله بيفكرنا ابراهيم نور الدين. والله ابراهيم نور الدين احسن منه. حسيت ان انا في ماتش دوري مصر. ابراهيم نور الدين احسن منه، حكم سيء بكل مقياس. الشوط الاولاني ما حصلش فيه اي حاجه. الارجنتين كانت سيئه جدا، هولندا هي اللي كانت بتحاول بعرضيات من على اليمين وعلى الشمال بس بدون اي خطوره تذكر. برده حارس الارجنتين بيتعامل مع كل الكرات. وفي الشوط الاضافي الثاني الارجنتين افضل، بتلعب على الاطراف،
من على جبهه دي ماريا اللي نزل في الشوط الاضافي الثاني، بيلعب على العرضيات، ساعات بينقل الكره في ميسي في القلب عشان الشوط شوطه كده ولا اتنين. بس الارجنتين افضل شوط اضافي الثاني، تقريبا 6 ركنيات في الشوط الاضافي الثاني من كتر خطه الارجنتين. 6 ركنيات الارجنتين بيلعبوا على الجبهه اليمين والجبهه الشمال، وبيلعبوا على الاطراف، واي عرضيه للمهاجم. الجرينت دي تبقى موجوده من الاول. هنتكلم عن الخرا بتاع اللعيبه. بس برضه عايز اقول ان مارتينيز نزل، اللي كان سيء جدا الماتش اللي فات وضيع بتاع 4 انفرادات، نزل قلب الماتش وكان بيلعب حلو جدا، وفي كوره كده جت في فان دايك وطلعت. مارتينيز برضه من ابطال المباراه يعني، مع ميسي ومع الحارس. نيجي لضربات الجزاء اللي يعني بجد وقفت قلوبنا، حرفيا وقفت قلوبنا. ولو كانت حرفيا ما الارجنتين ما كسبتش بجد كان هيبقى يوم بالنسبه لنا احنا، كان هيبقى يوم جحيم. وكان هيبقى يومنا كانت بعد ما كرواتيا كسبت البرازيل الارجنتين تطلع، اللي هو خلاص بقى احنا مش عايزين بقى النهائي يبقى اصلا بين اتنين كبار. والله يا ريت كانت امريكا ولا ويلز ولا كندا صعدوا كمان الدور الثمانيه ولا دور ال 16. الكره الاولى بالنسبه لهولندا خش شوطه فان دايك، كلنا عارفين ان فان دايك بيحب يشوطها على الشمال، شاطها بكل قوه. ايميليانو مارتينيز الحارس بتاع الارجنتين، الحارس المتالق اللي احنا بقينا يعني حيرانين خلاص بقى هندي لمين احسن حارس في البطوله. ايميليانو مارتينيز احسن لاعب في المباراه. صد ضربه جزاء، اول ضربه جزاء من فان دايك يخش بميسي، تاني كوره على طول. واول كوره الارجنتين يخش يشوطها بمعلمه ويتحسن جدا في ضربه الجزاء ميسي. انا كمان عيب اقول الجمله دي والله، يعني انا عيب اقول الكوره والله العظيم كره القدم دلوقتي تشتمني. عيب اقول ان ميسي اتحسن في ضربات الجزاء، بس ميسي وحش في ضربات الجزاء بمعنى الكلمه، ما بيعرفش او غير موفق ما خالص. بيعرفش يشوطها تحت ضغط. لكن ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، حطها بمعلمه في نص الجون والحارس برده فضل واقف. بعديها على طول اللاعب التاني في هولندا يشوطها، وبرده ايميليانو مارتينيز يصدها، خلاص بيديهم الفوز من طبق من ذهب. بعديها بريديس يخش يشوط الارجنتين ويجيبها، بعديها اللاعب الثالث بتاع الارجنتين يجيبها. بعديها مونتي البديل مونتي دخل وشاطها في الكره الثالثه بالنسبه للارجنتين. الكره الرابعه دي يونج هولندا شاطها وجابها، بس كانت خلاص بقى كان هيصدها، ايميليانو مارتينيز كان هيصدها. بعديها على طول بقى فرنانديز يخش يشوطها تيجي في العارضه، مع انه على فكره من احسن اللعيبه في المباراه يعني. اللي هو ايه بقى، لو كان جابها كنا خلاص ارتحنا، بس وقف ولدنا، لازم يوقف ولدنا. بعديها على طول اللاعب الخامس بتاع هولندا يجيبها. بعديها على طول يجي بقى نجم المباراه وعريس الليله اسمه ايه، مارتينيز يخش يشوطها بمعلمه على شمال الحارس، وتنتهي المباراه ويفوز ارجنتين. ميسي اللي هو عمل كل حاجه حرفيا، لو ميسي عايش يبقى الارجنتين عايشه، ما دام ميسي كويس وبصحه الارجنتين كويسه وبصحه وهتصعد، والله العظيم ممكن تصعد كمان للنهائي. احنا من عشاق ميسي ومن عشاق رونالدو، وسيبك من الناس اللي بتنكر تاريخ الاثنين. ممكن واحد يحب برشلونه يحب ريال مدريد، يكره برشلونه يكره ريال مدريد، لكن الاسطورتين دول ما حدش يختلف عليهم. الف مبروك للارجنتين، الف مبروك لميسي، الف مبروك لكل الرجاله اللاتينيه اللي هي فعلا اثبتت ان الرجوله فعلا بالمكسب، والرجوله كانت اخر دقيقه. دي كانت كل حاجه بالنسبه للارجنتين. و نسيت اصلا بتلعب مع مين. دي كانت كل حاجه بالنسبه للارجنتين وهولندا.